ما يراه المفكر لا يراه الشرعي ولا غيره. يعني انت كيف صنفت نفسك مفكر؟ يعني ايش مفكر وإحنا بلا تفكير ما عندنا عقول ولا كيف؟ أفكاري صعبة عليكم. لماذا؟ كنشوف أنا التحول العالم. أنا أريد السعد الشرعي. هل هو مرشد؟ هل هو باحث؟ هل هو أنا مفكر تيك توكي فقط. يكفي. مفكر نريد جملة مفيدة. أنت أتيت إلى منصة السعد الشرعي وأنت لا تعرف من هو. إذا لم تعرف من هو ما عليك إلا أن تضغط على زر الإكس المتواجد فوق على يسارك، ومن ثم تجد نفسك في كوكب زحيلك. إلى اللقاء. لا شكرا. انا كندير استنطاق الاستاذ، كندير استنطاق. اخ السعد الشرعي، إن رصيدكم غير كافي لإجراء هذه المكالمة. نريد جملة مفيدة. يا اختي العزيزه، يا اختي العزيزه، انا لست عربيا، انا لست عربيا. نجد مازيغ وافهم العرب. ليس لديك رصيد كافي. إن كنت لا تعرف اللغة العربية لماذا تتعدى حدودك؟ لقد وجدت اللغة العربية في الزاوية تشتكي وتقول أرجوكم أنقذوني من المفكر، دعوني أفكر في مصائبي. هيا ارحل، أرجوك ارحل. نش انا لست. اسمع سيداتي سادتي، اهلا وسهلا بكم معنا في هذه عربية. النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وردنا خبر عاجل أنه تم هروب جماعي من مستشفى المجانين من مدينة معينة، ومن بين الهاربين المفكر الرئيسي. وأكدت مصادر موثوقة أنه مصاب بالحمى القلاعية وجنون البحر وجراد القردة وما يسمى بكورونا. فالمرجو من المتابعين عدم الاقتراب منه وتسليمه إلى أقرب مصحة عقلية أو إرساله إلى كوكب آخر. إلى اللقاء. اختي العزيزه، ارجوك ان تفهم كلامي. كلام المفكر يزعجكم كثيرا. انت انسانه لا تستطيع مناقشتي. سمعت يا أخي، الله انني يرحمك. مفكر فيلسوف باحث كبيرا. السعد الشرعي، لا والله ضحكت. اسمح لي يا أخي الكريم، يا أخي هذه الأخت هي التي تدخلت والله. أنا آسف يا